بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. بعد ما نحط لايك للفيديو ونصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، تعالوا نشوف عملنا العيش الشامي الجميل ده وخبزناه كده على الصينية بأسهل وأحلى الطرق. وجميل جدا. وبعدين بيبقى بقى تعمليه سندوتشات، تعمليه تاكلي بيه أي أكل، بيبقى حلو جدا زي ما انتوا شايفين كده. شايفين طلع معانا جميل ازاي اهو زي ما انتوا شايفين. طبعا العجينة سهلة جدا. العجينة عبارة عن كيلو دقيق، معلقتين 3 سمنة، يعني على حسب ما انت عايزة، ما تكتريش سمنة علشان ما ينشفش منك. 3 معالق سمنة بنسيحهم ونسيبهم شوية كده على بال ما يبردوا. وشوية ملح صغيرين وكيلو دقيق. وبس كده، وكيلو ونص كيلو لبن او كيلو، يعني على حسب العجينة بتاعتك او الدقيق ما يقبل. الشوية دول واخدين حوالي كيلو لبن حليب، مش رايب، لان الرايب بيتقل العيش الشامي. فهنشوف دلوقتي. طبعا بعد ما عجنته كده هوريكم بنقطعه ازاي التقطيعه بتاعته، بس بعد ما نصلي على النبي عليه الصلاه والسلام كده ونحط اللايك الجميل بتاعنا للفيديو. ما تنسوش اللايك. ونشوف بقى طريقه العيش الشامي الجميل ده طالع معانا حلو جدا. وكمان كده بيبقى لين وجميل، يعني مش بيبقى ناشف ولا حاجه. اهم حاجه الخطوه اللي انا قلت لكم عليها، نسيح السمنه ونسيبها تبرد. طبعا بعد ما عجنا العجينه زي ما قلت لكم كده بنقطعها لقطع صغيره، زي ما انتم شايفين. بعد كده بنفردها. طريقه الفرد سهله جدا. شايفين هو عامل ازاي اصلا. يعني طريقه الفرد بتبقى يعني صغيره، ما بنكبرش العجينه علشان خاطر تطلع معانا مدوره كده وحلوه. العيش الشامي ميزته كمان ان هو بيبقى طري جدا وحلو وجميل، يعني ممكن تعمليه الغدا العشاء في ثواني كده، ما بياخدش مننا دقايق. بعد ما فردنا العجينة زي ما انتوا شايفين كده اهي، بنعملها بالحجم ده. يعني لا بتبقى تقيلة قوي ولا رهيفة قوي، علشان خاطر تطلع معانا زي انت ما شفتوها، هش كده وجميل كده. العجينة بتاعتي فردتها، بيكون بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وبيطلع معانا حلو جدا جدا زي ما انتوا شايفين كده، وهش وجميل. وكمان يعني اللي يشوفه يقول عليه رقاق من كتر ما هو حلو جدا وطري. بس كده. وبيتبطط بدقيق عادي، بنفرده بالدقيق وبنحطه كده على الصينية. زي ما انتوا شايفين الفردة بتاعته دي على قد مقاس صينية كده، اي صينية عندك. وبندخله الفرن وبيطلع معانا حلو جدا. هنشوفه كده وهو في الفرن برضو اهو. كل حاجة قدامكم. جميل جدا وبيبقى هش وجميل زي ما انتوا شايفين كده، بس اتبعوا الخطوات بالظبط وهو يطلع معاكم زي ما طلع معانا. حلو جدا بالطريقة دي. بس كده ما بياخدش دقايق. وبيكون جاهز ان هو هش وجميل اهو زي ما انتوا شايفين. وطبعا بيطلع من فوق ومن تحت حلو جدا. طبعا لو حابة تحمريه كده، بس هي يعني طبعا الشوارق عالية فعشان كده اتلهفت مننا. فانتوا حاولوا تخلوه يعني ما يبقاش النار عالية عليه قوي، يعني بالشكل ده. يعني نطلعه حلو كده بالشكل ده. شايفين عامل ازاي؟ بسم الله ما شاء الله، حلو جدا. وجميل وخفيف وطعمه جميل جدا في الاكل. بسم الله ما شاء الله. كده بيكون الفيديو بتاعنا خلص، وبيكون معانا العيش بالطريقة السهلة دي. يا رب أكون ما طولتش عليكم في الفيديو ويكون خفيف كده إن شاء الله. اتبعوا الخطوات بالظبط. أنا حبيت بس أوريكم. بعد ما عجنته طبعا استخسرت بقى لما لقيته حلو، قلت لازم أعمل لكم فيديو عليه علشان خاطر تشوفوا الطريقة وتتبعوا الخطوات، وإن شاء الله يطلع معاكم حلو جدا زي ما طلع معانا كده أهو. ودقايق وبيكون طري جدا معانا زي ما انتوا شايفين كده. بينفع بقى مع اي اكل، اي غموس تعملوه سندوتش بيكون حلو جدا. تحشيه بقى جبنة، تحشيه لحمة مفرومة، تحشيه اي حاجة لولادك. بيكون سهل وجميل وهش جدا زي ما انتوا شايفين. اتمنى ان شاء الله ان الفيديو يكون عجبكم. واتمنى منكم طبعا اللي مش مشترك عندي في القناة اسرار الطبخ مع رحمة، يا ريت يشترك ويفعل الرنة علشان يوصلكم مني كل جديد. واسيبكم في امان الله. ما تنسوش تصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.